بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج همنا وهم المهمومين ونفس كربنا وكرب المكروبين واقض ديننا ودين المدينين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. وبعد، أيها الأحبة في الله، إن أحبكم في الله استمرارا للسيرة العطرة والمسيرة المعطرة لأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، والد السبتين الحسن والحسين وزوج الكاملة الفاضلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورابع الخلفاء الراشدين. نواصل الحديث في هذا اللقاء حول شجاعة الإمام علي في أكثر من موقف وأكثر من مشهد، وخاصة في غزوة الخندق. أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله. في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وهي متفردة ما بين الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في البدايات كغزوة بدر وأحد، وهذه الغزوة الفارقة في تاريخ الإسلام كما كانت بدر فارقة بين عهدين وعصرين، كانت الخندق أو غزوة الأحزاب فارقة، نقطة فاصلة في تاريخ الحروب والمعارك والجهاد في سبيل الله والغزوات، ما بين جزء سبقها وما بين جزء يأتي بعدها. يكفي أنها في النهاية أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصريح وقال: من الآن نغزوهم ولا يغزوننا. إذا بدر كانت في المدينة، أحد أيضا في المدينة، الخندق في المدينة، بعد كده لن يأتوا إلى المدينة المنورة، ولا أقصد داخل المدينة، فبدر كانت خارج المدينة حدود المدينة، أحد أيضا على حدود المدينة، لكن المقصود والخندق أيضا داخل المدينة، لكن المقصود الغزوات الآتية مع أهل الشرك سوف تكون في ديارهم وليس في ديارنا. الآن نغزوهم ولا يغزوننا. هذه المعركة التي دبر لها وخطط لها ليس العرب وليست قريش وليس جيش الأحزاب، وإنما الذي خطط لها ودبر لها عداوة وكراهية ومقتا لشخص النبي ولأمة الإسلام ولدين الإسلام هم أمة اليهود. الثلاث قبائل اليهودية في المدينة المنورة: بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع، وبينهم وبين النبي تحالفات، وبينهم وبين النبي معاهدات سلام، وبينهم وبين النبي معاهدات لا يحاربوا من حارب النبي، يعني لا يقفوا مع النبي ولا يقفوا ضد النبي، يقفوا على الحياد. النبي قال لهم: لا عاوزكم تساعدوني ولا عاوزكم تيجوا مع عدوي، فأخلوا بهذه المعاهدات ونقضوا جميع المعاهدات بينهم وبين المسلمين. في هذه المعركة ذهبوا لكل القبائل العربية مشركين وعبدة أصنام وأوثان وأحجار، وطلبوا منهم جميعا أن يتحدوا ويتآلفوا لاقتلاع شأفة الإسلام ودين الإسلام ولا إله إلا الله، ليس فقط من المدينة المنورة بل من على وجه الكرة الأرضية في هذه المعركة. من أجل ذلك كونوا جيش، واستطاعوا عن طريق هذه التحالفات أن يكونوا جيشا ويجمعوا جيشا من العرب قواموا 10,000 مقاتل. لم ترى الجزيرة العربية مثل هذا الجيش. في بدر كان 1000 مقاتل، من المشركين كان عدد كبير جدا، جيش المسلمين 314 و13، يعني تخيلوا، بدل 1000 قول 2000 قول 3، لكن يوصل عدد الأحزاب 10,000 مقاتل، دول اللي جايين يهجموا على المدينة. فما بالك بالثلاثة قبائل اليهودية داخل المدينة، أصبحوا شوكة وخنجر في ظهر النبي وظهر الإسلام. المسلمين يحاربوا بره ولا يحاربوا جوه؟ يعني يدافعوا عن المدينة ضد اللي جاي، ولا يدافعوا عن المدينة ضد العدو اللي قاعد جوه المدينة، اللي أخل بالمعاهدات وخان المعاهدات وبدأ في التحالفات وقال لهم: احنا هنساعدكم وهنحارب معاكم إذا ما هاجمتم على المدينة المنورة.
وكان السؤال الغريب من القرشيين لوفد اليهود الذي ذهب إلى مكة لتحفيز العرب وخاصة بقيادة قريش لحرب المسلمين. قالوا لهم إيه؟ سؤال محرج جدا لليهود. قالوا لهم أنتم أهل كتاب ومحمد أهل كتاب، أنتم أنزل عليكم كتاب من السماء وهو التوراة، ومحمد يزعم أن الله أنزل عليه كتابا من السماء وهو القرآن. أنتم أتباع نبي من أنبياء الله وهو موسى عليه السلام، ومحمد يدعي أنه نبي من أنبياء الله ويدعي أن موسى وعيسى إخوة له، فمن منا على الحق؟ نريد منكم هذه الشهادة، من منا على الحق، نحن أو محمد أم محمد؟ خلي بالك بقى، ده مين يقول نحن؟ المشركين بيحكموا بينهم وبين النبي اليهود، بيقولوا لهم انتم اقرب لمحمد مننا، وانتوا اهل كتاب زي محمد، وانتوا انزل عليكم من السماء زي محمد، وانتوا عاوزين حكمكم، احنا اللي على الحق في النزاع والصراع اللي بيننا وبين المسلمين ولا محمد اللي على حق؟ مفروض يعني ده النبي زعل والنبي يعني حزن لما الروم الفرس هزمت الروم، يعني الفرس عبدة النار هزموا النصارى او المسيحيين، حزنوا وزعلوا المسلمين، وسجل هذا في القرآن: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني هيفرحوا ان الروم انتصرت او هتنتصر على الفرس. طب انتوا يهود مفروض تتجاملوا او تتعاونوا مع محمد ضد هؤلاء. قالوا لا، ان اردتم الحق بينكم وبين محمد فانتم على الحق ومحمد على الباطل. بقى اللي بيعبد اللات والعزى وهبل ويوسف ونائلة والاصنام والاحجار والاخشاب اولى واقرب الى الحق من يقول لا اله الا الله، لكنه حال اليهود دائما يبيعون الاخره بعرض الحياه الدنيا الزائل. ونلتقي بعد الفاصل. جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله. أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أيها الأحبة في الله، عدتم إلينا وعدنا إليكم. تصل الأخبار إلى النبي في المدينة بتجمع الأحزاب والقبائل ناوية الخروج والتجمع والذهاب إلى المدينة المنورة لمحاصرتها بجيش ضخم لم تشهد الجزيرة العربية مثيلا له من قبل. فيبدأ ويستشير أصحابه ماذا يفعل، أنخرج أم لا؟ فوجدوا أن الخروج سوف يضر بأهل المدينة المنورة، لأن الجيش القادم جيش قوي جدا وكبير العدد والعدة. فقالوا ندافع في المدينة المنورة خشية انقلاب اليهود عليهم في المدينة. لو خرجوا يبقى يحاصروا من اليمتين، لكن لو قعدوا في المدينة يقدروا يدافعوا عن المدينة ككل. وبدأت الفكرة هنا أن العدد قليل، إزاي يدافعوا عن المدينة بهذه المساحة؟ فبدأت فكرة سلمان الفارسي بفكرة الخندق التي لم يألفها ولم تألفها الجزيرة العربية من قبل، حفر الخندق حول المدينة. لما العلماء يقولوا حول المدينة، السامع يتخيل أو المشاهد أن النبي المدينة المنورة كده والنبي عمل دايرة عليها من الحفر. لا، الموضوع ما تمش بالشكل ده. الحفر تم جهة واحدة بس. المدينة لها 4 جهات، في جهة يمين وشمال دي أراضي جبلية استحالة أي جيش يخش منها، جبال مرتفعة جدا. المنطقة الخلفية دي بيسموها أرض سبخة لينة، ما يقدرش الجيش يعدي منها لأنها تغوص في أقدام الخيول والجمال. مفيش إلا جهة واحدة، الجهة الرابعة الأمامية هي اللي لابد إن الجيش يخش منها، جيش الأحزاب. ومن هنا بدأ يحفروا يوصلوا الجبلين ببعض أو الجبال ببعضها في جهة واحدة. فالحفر ما تمش دايرة حوالين المدينة المنورة. ومكان الخندق ده الآن في المدينة مكان اسمه المساجد ال7 أو ال7 مساجد. في مسجد جديد لكن في بقايا من ال7 مساجد دول، وال7 مساجد في اللي باقي منهم حوالي 3 أو 4، لكن هم مش مساجد بالمعنى المفهوم،
إنما عبارة عن أوض صغيرة مبنية فوق قمم الجبال. دي كانت نقاط حراسة للصحابة دفاعا عن الخندق. يعني الخندق كان معمول في الشارع اللي معمول أسفلت دلوقتي ده. وبدأ هنا الصحابة تحفر بهمة. النبي قسم المسافة على عدد الصحابة، كل 10 يحفروا مكان، واختار النبي مع آل البيت مسافة معينة أصعب المسافات، وكان كلها صخور وأحجار. انتهت بصعوبة جدا عملية الحفر قبيل وصول جيش أهل الشرك الذي فوجئ بوجود هذا الخندق، وعليه حراسة من الجهة الأخرى، له عمق وله اتساع يصعب على أي فرس إن يقدر يعديه، واللي هيبدأ يخوض تحت هينزل يقع ما يطلعش. ومن السهل على القناصة المسلمين اللي هم معاهم السهام إنه يصطادوهم، وبالتالي دوروا على ثغرة يدخلوا منها، إن المكان الحفر يكون ضيق. المكان ده كان موجود اللي هو المكان الصخري اللي النبي قدر يحفر فيه بصعوبة جدا، لكن المكان كان ضيق. فاستطاع أشهر فرسان مكة وكان اسمه عمرو بن عبد ود مع مجموعة من الفرسان إن هم يعبروا الخندق من خلال الثغرة دي، يعدوا اليمة التانية. لما عدوا اليمة التانية هنا ده أصبح خلل. لما حصلت محاولات قبل عمرو بن عبد ود كان اللي بيقود الحراسة هنا سيدنا سعد بن أبي وقاص، فالنبي اداله القوس والسهم، فحب حد يعدي، قال له يا رسول الله المكان بعيد السهم مش هيجيبه. راح مديله السهم سيدنا النبي وقال له ارميه يا سعد، ارمي اللي جاي ده، فداك أبي وأمي. بيقول لسيدنا سعد كده سيدنا النبي، ارمي فداك وأبي وأمي، ورفع ايديه للسماء وقال اللهم سدد رميته واستجب دعوته. فسيدنا سعد نشل وضرب السهم، فجه السهم في رقبة الفارس هنا، وقع، يعني مش جه في دراعه ولا ايده ولا رجله، لا في رقبته في النحر هنا، فوقع على ظهره ورجليه فوق. فضحك النبي حتى بدت نواجذه ان ربنا استجاب لدعوته لسعد بن ابي وقاص. عدى عمرو بن ود معاه مجموعه من الفرسان، وبدا عمرو بن عبد ود يتباهى هنا، واقف على الضفه الثانيه او الجهه الثانيه من الخندق، وينادي هنا هل من مبارز. فمفيش حد يقدر يقوم. ليه؟ عمرو بن عبد ود ده يا اخوانا الستات في مكه كان بتخوف بيه العيال، اللي عاوز ابنها ينام تقول له اوعى عمرو بن عبد ود جاي لك، الواد يلبد وينام على طول. فكان يخاف الكبار والصغار. لكنه في زمن الخندق تجاوز ال80 سنة، أشهر فرسان مكة. ما حضرش أحد بس حضر بدر وأصيب، لكن الخندق كان هو أعظم فارس عند مكة. فقال بقى اهو، قال لقد بححت بصوتكم هل من مبارز. لقد بح صوتي، أنا عمال أقول هل من مبارز هل من مبارز، مفيش حد أراد يقوم. فسيدنا النبي قعد يبص للصحابة، راح قايم سيدنا علي بن أبي طالب وقال له أنا له يا رسول الله. فسيدنا النبي شده من هدومه وقال له اقعد اجلس يا علي إنه عمرو. فقعد سيدنا علي، فإذا بعمرو يزداد غرورا وكبرياء ويقول يعني أنا عمال أنادي يا معشر المسلمين لقد وعدكم محمد بأن من يقتل منكم يدخل الجنة ومن يقتل منا يدخل النار، ألا يوجد بينكم رجل يشتاق إلى الجنة فأقتله فيدخل الجنة أو يقتلني فأدخل النار؟ مفيش حد قام. سيدنا علي راح قايم، أنا له يا رسول الله. قال له اقعد اجلس يا علي إنه عمرو. فبدأ يختال أكتر عمرو بن عبد ود ويغتر أكتر ويتكلم هل من مبارز. فسيدنا علي قام، فسيدنا النبي قال له اجلس إنه عمرو. راح سيدنا علي راح شادد هدومه من ايد سيدنا النبي، قال له وإن كان عمرا، يعني مين عمرو ده؟ فقام وقف وبدأ يتجهز علي. سيدنا النبي راح مديله السيف بتاعه وراح قلع العمة بتاعته عمم بيها راس علي، كانت بكذا دور كده عمة كبيرة. وبعدين مشي علي قابل عمرو، فسيدنا النبي رفع ايديه للسماء وقال اللهم إنك أخذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدر، وأخذت مني حمزة أسد الله ورسوله يوم أحد، فلا تأخذ مني عليا اليوم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فإذا به يقابل عمرو بن عبد ود يقول له من أنت؟ قال له علي بن أبي طالب. قال له أبوك كان صاحبي، ارجع يا ابن أنت وطلع حد
كبير من أعمامك وقرايبك يطلع يبارزني. لقد استصغروك فأخرجوك لكي تكون طعما لحد سيفي. فقال له هم استصغروني لكن أنا اللي هليق بيك أنت، هم أعظم من أنهم يقابلوك. وبارزوا عليه ودار الغبار بينهما، وإذا بالمسلمين يسمعون صيحة وصرخة قوية فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فظنوا أن علي قد قتل، وإذا بعلي يخرج من الغبار يحمل رأس عبد الله أو عمرو بن عبد ود على سن سيفه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.